نعم تركي مباشرة إلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد. إنورابوينا مستر ريال مدريد في النهائي. ليس هناك أي شيء جديد، ليس هناك شيء جديد، ولكننا عانينا كثيرا لأن مايوركا دافع بشكل جيد جدا وحاول أن يخلق لنا الكثير من المشاكل وعانينا قبل أن نفتتح التسجيل، ولكن المباراة كانت مفتوحة إلى آخر دقيقة. هناك انسجام بين لاعبي ريال مدريد خصوصا على مستوى الهجوم. رودريغو سجل هدفا، مبابي وجود صحيح في الأمام. الأمور جيدة جدا على مستوى الأمام، فهم لاعبون لديهم جودة عالية ويلعبون ويتفاهمون فيما بينهم بشكل جيد جدا، وهذا ما يجعلنا نحقق نتائج إيجابية. الجميع كان يدعم ريال مدريد في المدرجات وكأنكم في مدريد. أجواء رائعة جدا صراحة، نقول ذلك. هناك الكثير من عشاق ريال مدريد دعمونا وكان الأمر جميلا جدا. ماذا حدث بعد المباراة؟ كان هناك بعض الشجار بين بعض اللاعبين وما أدري، هناك نوع من الشجار غير ضروري بين اللاعبين، والمباراة انتهت. هذا الأمر ما كان له أي داعي، ولكن كما تعرفون الأجواء كانت مكهربة، لكن هدأ كل شيء بعد ذلك. خطوة فقط على تحقيق لقب جديد مع ريال مدريد ضد البارسا في الكلاسيكو الذين ينتظرون بفارغ الصبر. صحيح مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين بجودة عالية، ستكون المباراة ممتعة للمشجعين. نتمنى لك حظا وافرا. إذا كان الحديث السيد كارلو أنشيلوتي وحديثه بعد انتصار ريال مدريد وتأهله إلى المباراة النهائية. زميلي تركي، يعني مع دخول اللاعبين إلى غرفة الملابس حدثت مشادة كلامية كبيرة ما بين لاعبي ريال مدريد ولاعبين ريال مايوركا، لكن العقلاء في نهاية المطاف تدخلوا من أجل فض هذا الاشتباك ما بين اللاعبين، والحمد لله أن عدت